يوم الكرة الذهبية، يا رب تكون من نصيب حكيمي ان شاء الله. انا عارف ان صلاح بعيد، بعيد قوي، ما خدش دوري ابطال اوروبا. لو واخد دوري ابطال اوروبا كنت قلت لك صلاح ممكن ياخدها، ولكن حكيمي واخد كل حاجة. حكيمي واخد دوري ابطال اوروبا، واخد كل الانجازات اللي واخدها ديمبلي، ويتفوق عن اليمين جمال اللي قال عليه ابو تريكة. يعني لما سألوا ابو تريكة تحب مين ياخد الكرة الذهبية، ترشح مين؟ قال ارشح اليمين جمال، ولكن هم هيدوها لديمبلي. وتخطى حكيمي، وتخطى صلاح، ولو حتى معنويا. ولكن ممكن ابو تريكه بيتكلم بلغه الكوره وشايف الكفه تميل اكتر لمين، ولكن الكره الذهبيه ما عمرها بياخدها، يعني ما عمرها بتروح للي يستحقها. يعني ما في اوقات كتيره جدا شفنا فيها ظلم، وشفنا فيها عنصريه، وشفنا فيها حاجات كتير. ليه المره دي ما ناخدهاش؟ ليه مش لاعب عربي ياخدها ولاعب افريقي ياخدها؟ ليه؟ ليه؟ حكيمي واخد دوري ابطال اوروبا، زيه زي ديمبلي، بيلعبوا في نفس النادي، ايه المشكله؟ بل يتفوق، بل حكيمي يتفوق. ليه؟ حكيمي بيلعب وينج، باك يمين، مره هجوم مره دفاع، غالبا كمان بيكون دفاع، انه يتقدم ويروح ويجيب اهداف حاسمه. ده يبقى انجاز، ده يبقى يتخطى ديمبلي اللي هو معروف. يعني ديمبلي ده شغلته ان هو يجيب اهداف، يهاجم. اما حكيمي بيدافع ويهاجم ويجيب اهداف. فيعني احنا كمشجعين شايفين ان هو اللي يستحقها. اما الناس بقى الخبراء في الكوره بقى والمدربين والعمالقه والناس دي المفروض يكونوا حاطين ده في دماغهم، ان لاعب دفاع بيحرز اهداف وبيخلص ماتشات. يعني حكيمي في دوري ابطال اوروبا بنسبه 99% هو السبب بالفوز بيها. سجل في النهائي، في نصف النهائي، في ربع النهائي، واهداف ايه؟ اهداف حاسمه. فالنهارده لو ما عطوهاش لحكيمي فيه ظلم، فيه ظلم لحكيمي. فعندنا امل ان شاء الله ياخدها، ونفرح كلنا ان بقى عندنا واحد عربي كسب الكرة الذهبية، البالندور، البالندور. فما عندناش حاجة نقولها النهاردة مساء غير هندعي ونقول يا رب، وكلنا نقول يا رب كل الدعم الحكيم، ونتمنى له الخير، وإن شاء الله هو عنده الذهبية الأفريقية مضمونة بنسبة 100%. ولكن البالون دور برضو نتمناها ليه إن شاء الله. قولوا يا رب يفوز بيها حكيمي، ويا رب ياخدها بجد عشان نفرح.